محمد صلاح بعد ما احترف بره بقى حد تاني تماما، وعمر الشريف قبل ما يروح هوليوود كان حد مختلف خالص. بعد العالمية الناس بتبقى أقوى بكتير. ده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي، واحنا محظوظين ان احنا نقدر نستفيد منه. المطورين العقاريين في مصر بقوا يتجهوا للعالمية. مثلا مجموعة طلعت مصطفى بتتوسع دلوقتي في بغداد، بيبنوا مدينة بتستهدف مبيعات ب 18 مليار دولار، وطلعت مصطفى عمل ده قبل كده في السعودية وعمان. الكلام ده بيأكد لك ان المطور المصري يقدر يبني مدن كبيرة. مش طلعت مصطفى لوحده على فكرة اللي بينافس بره، وراسكم كمان بقت تنقل نجاحاتها لأسواق تانية، الخليج ومونتنيجرو وسويسرا. وعلى فكرة ماونتن فيو تطوير مصر كمان داخلين في شراكات في السعودية، وحسن علام بيتوسع في قطاع الإنشاءات في أكتر من دولة. اللي المطورين دول وغيرهم بيعملوه خطوة ذكية من وجهة نظري. ده تحوط استراتيجي وتنويع على مصادر الدخل، وبيوازن محفظة الشركة ما بين مصر وما بين بره، وده بيحمي الشركات دي من تقلبات سعر الصرف المحلي. بس خلينا نسأل ايه أثر التوسع ده على السوق المصري نفسه، ويفرق ايه في قرارات المستثمرين اللي جوه مصر؟ انا شايفه انه هيعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه هيرفع سقف المنافسه. لما تلاقي الشركات الكبيره بدات تنافس بعض بره مصر، الشركات المتوسطه والصغيره هتضطر ترفع من جوده منتجاتها، واكيد هيحسنوا طرق الاداره بتاعتهم، لانهم لو ما عملوش كده هيبقى خطر جدا عليهم. وبالنسبه للمستثمر، الشركه اللي بتتوسع اقليميا وبتعتمد عليها مدن مهمه في المنطقه بقت شركه مناسبه ان هو يحط فيها فلوسه. ده بالتالي بيرفع القيمة السوقية لأسهم الشركات دي، فبالتالي هيعمل بريميوم على أسعار مشروعاتهم اللي جوه مصر. أنا بصراحة مبسوطة جدا من الخطوات دي والتوسعات اللي بتحصل، وأتمنى قريب إن هي كمان تبقى بتحصل في أوروبا مش الوطن العربي بس.